من نادي الوسطى بالزي الاصفر، وعلى ايدك الشمال نادي سوهاج صاحب الملعب والجمهور بالزي الاصفر. النهارده كابتن حسين عبد اللطيف يهمه الخروج بالثلاث نقاط، ثم بعد ذلك ينظر الى اللقاءات الاخرى، واهمها ينظر الى لقاء مصر المقصة وابشواي وادي دجلة، وايضا عينه على لقاء تليفونات بني سويف والوادي الجديد، وعلى مباراة جراند اوتيل وشباب الوالدية. طبعا تعثر اي فريق من الثلاثة سواء كان مصر المقصة او تليفونات بني سويف او جراند اوتيل، كابتن حسين عبد اللطيف يدخل في المركز الثاني عن جدارة، يرتفع طبعا في حالة فوزه 25 نقطة. مصطفى الباشا وفي فرصة، ولكن طالع كريم حسين في توقيت مناسب وماسك على طول. احمد حسن، احمد منصور، حسين الجزار يلعبها على طول لمصطفى الباشا، موجود عبد الرحيم محمد لازم يطلع بسرعة، يلعبها عند محمد زارع، محمد زارع عند احمد منصور، لكن موجود وائل مصطفى عند عماد او علي رشاد. نص الملعب نادي الوسطى، لعبها محمد زارع، ماشي محمد زارع، وانطلاقه ليه عبد الستار عبد النبي، وتصويبه وضربة مرمى لصالح فريق نادي سوهاج. طلع علي يا كابتن. في تغيير تاني على ما اعتقد، كابتن حسين عبد اللطيف هيجريه، كل مدير فني اجرى تغيير وحيد. كريم حسين طويلة، مصطفى الباشا اللي نزل مكان علاء حسني، مصطفى الباشا رقم 17، ادي محمد زارع، عماد حنفي، لمسه واحده احمد منصور مقطوعه منه سامع عز الدين، ومعاه حسين علي يطلع على طول، وسامع عز الدين ناحيه اليمين، والعرضيه متقنه ماسك كريم حسين. الحارس الذي يجيد تسجيل الاهداف، كريم طويله، احمد خلف يطلع على طول لمصطفى الباشا، طويله على علي رشاد، رمي التماس لصالح فريق نادي الوسطى. احمد خلف، محمد زارع ياخد ضربة حرة مباشرة لنادي الوسطى. نادي الوسطى سيلتقي على ارضه ووسط جماهيره مع نادي سكر الحومدية. تغيير تاني يجريه الكابتن حسين عبد اللطيف بنزول محمود عبد العزيز الشهير بزيزو. ترى مين هيخرج؟ هل كابتن حسين عبد اللطيف يفكر في محمد يونس؟ شايف كده بينده على علي رشاد، وده تغيير هجومي ايضا لمحاولة للتعزيز من الكابتن حسين عبد اللطيف. محمود عبد العزيز زيزو المهاجم ينزل مكان علي رشاد الباك الشمال، وهنشوف مين هيلعب باك شمال مكان علي رشاد. هجمة لنادي سوهاج، محمد زارع قاطع على طول،
حسين في الامان. مصطفى الباشا على ما يبدو كده ان هو هيلعب باك شمال. عالية سعيد صفوت ياخد ضربة حرة مباشرة. عبد الفتاح احمد سعيد صفوت هيلعب الضربة الحرة المباشرة. محمد حسني ما لعبش خالص. سعيد صفوت وضربة حرة مباشرة لصالح فريق نادي الوسطى. كابتن شريف رشوان بيظبط الحائط، وادي الكرة داخل منطقة الجزاء في منتهى الخطورة لبركات. طلع على طول محمد يونس الى ضربة ركنية لصالح فريق نادي الوسطى. محاولات لنادي الوسطى من اجل ادراك هدف التعادل، تعدي وضربة مرمى لنادي سوهاج. جميل طموح الفريق وطموح المدير الفني واللاعبين ان انت دايما تدخل اي مباراة وعينك على الثلاث نقاط، وان انت تلعب مباراة كبيرة امام الفريق الكبير. تغيرت خريطة كرة القدم ولم يعد هناك فريق كبير وفريق صغير حتى في الدوري المصري. ادي كرة ولكن حكم اللقاء بيقول تسلل على محمد يونس. تسلل على محمد يونس، اتلعبت على طول. احمد حسن، عبد الفتاح احمد، محمد رمضان يطلع على طول. حسين الجزار في نص الملعب، عبد الستار عبد النبي لاعب الوسط اللي بيتميز بالروح القتالية داخل ارض الملعب، ورمي التماس لصالح فريق نادي الوسطى. لعب على طول سعيد صفوت، لسه الكرة رمي التماس لنادي الوسطى، يلعبها سعيد صفوت. ياخد ضربة حرة مباشرة على عماد حنفي لاعب الوسطى. حضن طبعا الكابتن شريف رشوان، يقول هو زق. هاني بركات هيلعبها، 32 سنة هاني بركات، لاعب نادي الألمونيوم ولاعب نادي الجونة ولاعب نادي المنيا السابق هاني بركات. وبقول لحضراتكم سجل الاسبوع قبل الماضي هدف في مرمى اسوان كان من مسافه 36 ياردة. ادي احمد خلف ممكن يجيب الهدف الثاني وهدف التعزيز. كان ماسك على طول كريم حسين حارس مرمى نادي الوسطى. سيد حسين علي، سعيد صفوت، احمد منصور. سيد حسين يعدي بمهاره، ياخد ضربه حره مباشره لصالح فريق نادي الوسطى. اتلعبت على طول عند حسين علي وماشي وغير منضبطه، وضربه مرمى لصالح فريق نادي سوهاج. كلام الكابتن حسين عبد اللطيف قال لك انهي الدور الاول، وفي انتقالات يناير البحث عن لاعبين من اجل زيادة المعدل التهديفي. اسامة عز الدين بمعنى دق كابتن حسين عبد اللطيف يريد ان يبحث عن مهاجمين من طراز سوبر. احمد خلف عند محمد يونس، ياخد ضربة حرة مباشرة لصالح فريق نادي سوهاج. المكان ده ممكن يجي منه اهداف، المكان ده ممكن نشوف جمل او جملة. اكيد الكابتن حسين عبد اللطيف نجم الزمالك هيحفظ او محفظ لاعبيه على جملة معينة.
وممكن تتلعب. ادي احمد خلف وادي اسامه عز الدين، حلوه جميله جميله من اسامه عز الدين. بقول لحضراتكم ممكن تتشاط زي كده وتدخل مباشره في المرمى في الزاويه البعيده. اسامه عز الدين عملها بشكل جميل، ولكن علت العارضه بحوالي سنتيمترات وطلعت بره على طول. عبد الفتاح احمد ياخد ضربه حره مباشره لنادي الوسطى. وصلنا للدقيقه 30 من عمر الشوط الثاني، وما تزال النتيجه تقدم